هو بيبي ده لما طلع يا ابو جوان وقاعد يتكلم عن انه والله يا اخي الاستخبارات قاعده يجوا يصوروا طيب رمز السياسه ده يصوروا الاساءه مواقع ما يعرف. المشتركه. بس لحظه يا ابو جوان، لحظه يا ابو جوان. الاساءه رمز عشان نكون ماشيين معاك. وبيبي ده لما جا طيب دخل فتح خشمه المشتركه شنو؟ وقاعد يقول المشتركه دخلها شنو؟ انا ما قاعد انا لحد هسه ما اتكلمت عن المشتركه. انت كنت تحكي انا عن لحد الجدل، هسه ما اتكلمت عن المشتركه. الجدل ده قال الله يا اخي انا بعد يلا ممكن اتحفظ على جزئيات من خطاب الجقد، جزئيات اتحفظ عليها. طيب لكن تحيه للجقد والرجال اللي معاه يعني. تحيه لهم. معلومه غلط يا حسام. قال حسام قال طول كلام بيبي اذا كلام بيبي بيمثلها. الكلام اللي بيقولوه ايوه صح عليك يا عم الجياشه. الزول ده خط اشتراط. اذا كانت المشتركه مصدره لنا بيبي انه بيبي ده بيمثل المشتركه بكل صراحه يعني. قال لهم انه المشتركه خطاب بيبي ما لا هو ما قال له هو خط اشتراط لغه عربيه اصلا دخلها ليه؟ اصلا لا ايوه اوريك ليه؟ لانه بيبي بيقول انا المشتركه. بيبي دخلها دقيقه يا جماعه. بيبي قال المشتركه يا اخي لما يا ابو جوان لما بيبي بيطلع وبيدوق صدره وبيقول انا المشتركه، انا الميول في المشتركه. لما هو بيقول كده فقام الرد كان عليه اذا المشتركه رضيانه بانك انت تمثلها. وتحيه للجقد من هنا يا اخي. ليه عنده هناك؟ الحاجه اللي انا سالتكم منها قبل ثاني اعيدها لكم يا جماعه. هل نحن كمكونات قاعدين واقول لكم بالدغري مكونات الشريط النيلي، هل نحن المسؤولين من الوحده؟ هل الوحده دي المفروض تكون في كتافنا نحن ذي البرانا ونقعد نسكت ونحش قرب ونسمع الكلام الفاضي ده؟ ولا المسؤوليه دي مسؤوليه السودان كلها؟ الحاجه الثانيه يا جماعه بالنسبه لموضوع القائد العام ده عنده شرعيه وعنده حصانه دستوريه، تمام؟ وعنده شو عنده زي ما بقولوا سلطه. السلطه دي ليه انا جيتكم في الحته دي؟ موضوع والله فلان انا هو الكلام ده يا حسن انا ما الموضوع ما شخصي. انا من هسه اقول لك الموضوع ما شخصي، الموضوع ده اوصل لك معلومه فقط. يا حسن كونك انك انت في السودان بتقول انا بتكلم في فلان وبتكلم في فلان والناس ديل عملوا حسن، الموضوع ناخده قانون ولا ناخده عنتريه؟ تمام؟ في قانون الاجراءات السوداني ل 1991 تقدروا تتابعوا وراي وحديها لكم بالارقام. تقدروا تجي تقولوا بعد ده يا حسام انت كلامك كذب ولا كلامك حقيقه. هسي انت في يدك في قلم عليك الله اكتب المواد اللي انا بقولها لك دي. عندك الماده 211 اللي هي قاعده تحت شنو؟ سلطه رئيس الجمهوريه في العفو العام. يكون لرئيس الجمهوريه سلطه العفو العام بشروط او بدونها. ما عارف شنو كده في يصدر بشانها حكم زي ده. تمام؟ دي شنو؟ دي الماده 211 الفقره 1. الماده نفسها 211 الفقره التائم التي تم العفو عنها بسلطه رئاسه الجمهوريه. انا ما قاعد اقول لكم النص تحديدا، لكن ده معنى النص وتقدروا تمشوا تفتشوا ورايا يا جماعه. اعيد لكم ثاني قانون الاجراءات لجمهوريه السودان 1991 الماده 211 الفقره 1. الماده 211 الفقره. امشي بعد ذاك اتكلم مع القانون وشوف ده تصل لشنو. يا جماعه انا والله اديت العفو العام عن فلان وفلان 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 اذا العفو العام ده. بعد ده كده انتوا عندكم مشكله شايفين انه دي انتوا دايرين تداعبوا مشاعر الناس وتجذبوهم لانكم والله خطابكم جذاب وخطابكم رنان وانتوا اصحاب الحق. دي حاجه ثانيه، لكن ده قانون. ده دايرين تمشوا بالقانون ودوله القانون اللي انتم بتدعوا انكم دايرينها. يا الموضوع بعد والله دايرين نحاسب فلان ودايرين نعمل فلان، لكن قانون ما بتقدر تشملوا العفو العام. المعلومه وصلت يا شيخ انس ويا بيسو. لما نزول يجي يتكلم معاك في النقطه دي، لما نزول يجي يتكلم معاك في موضوع السيد القائد العام العفو وما العفو، وصلوا له المعلومه بالبساطه دي بالقانون.